يا ماما من فضلك ما تاكليش حاجة من هنا تاني، لو جعانة هاتي أكلك من بيتك. كل يوم كنت براعي حفيدي أطبخ وأنضف وأسيب حياتي كلها على جنب عشان بنتي منى تقدر تشتغل. لكن في يوم الصبح فتحت التلاجة وبصت لي وقالت لي يا ماما من فضلك ما تاكليش حاجة من هنا تاني، لو جعانة هاتي أكلك من بيتك. كنت لابسة ساعتها مريالة المطبخ وحفيدي نايم على دراعي، وفي اللحظة دي فهمت إن بنتي ما بقتش شايفاني أمها، بقيت الخدامة اللي عايشة معاهم من غير مرتب. من سنتين يومي كان بيبدأ قبل ما الشمس تطلع الساعة 5:30 الصبح. أكون صحيت ألبس الجزمة المريحة وأحط موزة في الشنطة وأركب مواصلات لحد بيت بنتي منى، وأوصل قبل الساعة 7. أفتح بالمفتاح اللي هي بنفسها اديتهولي، أسخن اللبن، أغير الحفاضات وأنيم حفيدي، أغسل المواعين، أكنس البيت وأطبخ شوية رز وشوربة وفراخ، أي حاجة أقدر أعملها يعني. ولما منى ترجع من الشغل كانت تلاقي البيت نظيف والولد متحمم والأكل جاهز على السفرة، وتقولي والله يا ماما مش عارفة كنت هعمل إيه من غيرك. وأنا كنت ببتسم وفرحانة جدا من جوايا إني بعمل حاجة مفيدة وبساعد بنتي الوحيدة، وكنت فاكرة إن ده كفاية. لكن بالتدريج بطلت أقرأ الروايات اللي بحبها، بطلت أقعد مع صحباتي، بطلت التطريز اللي كنت بحبه على طول، بطلت حتى أنام وقت الظهر. بقت حياتي كلها حوالين مواعيد منى وأكل آدم وقايمة الطلبات اللي على التلاجة اللي تقريبا مش بتخلص. في الأول كانت بتحضني، بعدها بقت بتديني أوامر وبس. يا ماما ما تلبسيهوش الهدوم دي، يا ماما مش كده الهدوم بتطبق، يا ماما ما ترديش على حماتي لو كلمتك، يا ماما نظفي الحمام تاني كمان. وكلمة لو سمحتي اختفت واحدة واحدة. أما جوزها فكان ولا كأنه شايفني أصلا، يدخل المطبخ يلاقيني بغسل الببرونات، يسأل بكل برود الأكل جاهز، كأني مخلوقة مخصوص للمطبخ. وبرضه كنت ساكتة علشان حفيدي وعشان منى، لأن الأم دايما بتلاقي مبررات لبنتها. لحد اليوم ده كنت رايحة من غير فطار، ما لحقتش آكل، وحفيدي كان عنده تطعيم، ومن أول الصبح ومنى بتديني تعليمات كأني أجندة ماشية على رجلين. الساعة 11 تقريبا حفيدي نام، فتحت التلاجة أخدت رغيف عيش صغير وشوية فول وحتة جبنة، ولا حتى قعدت آكل، كنت هاكل واقفة جنب الحوض. فجأة منى رجعت البيت عشان نسيت ورق مهم. أول ما شافت الطبق في إيدي وشها اتغير وقالت لي يا ماما من فضلك ما تاكليش من التلاجة تاني. افتكرت إني سمعت غلط، قلت لها نعم. قالت لي لو عايزة تاكلي هاتي أكلك من بيتك، شريف بيقول إن الأكل بقى بيخلص بسرعة. بصيت للطبق والرغيف وشوية الفول والجبنة، هو ده تمن كرامتي؟ قلت بهدوء يا منى أنا باجي هنا كل يوم. ردت وقالت لي وأنا مقدرة ده، بس أنت بتساعدينا وإنك تاخدي اللي مش بتاعي. قلت لها اللي مش بتاعي؟ وقفت مكاني متسمرة. في البيت ده هدوم مغسولة بإيدي وأرض متلمعة بظهري وطفل متربي من وقتي وعمري، لكن لقمة فول دي مش بتاعتي. أخدت الورقة ومشيت وهي بتقول ما تاخديش الموضوع بشكل شخصي يا ماما، دي مجرد حدود وأكيد الحدود دي هتريحك وتريحني. دخلت الغرفة وقفلت الباب وبصيت لحفيدي وهو نايم. كان نفسي أعيط بس ما عيطتش. طفيت البوتاجاز وغسلت الطبق اللي ما أكلتش فيه وبصيت للمطبخ كأني أول مرة أشوف. على التلاجة كان في ورقة مكتوب عليها بالأحمر قواعد البيت. قربت منها ولقيت مكتوب ممنوع فتح أكل شريف الخاص، ممنوع استخدام لبن ابني العضوي للقهوة، ممنوع أخذ بواقي الأكل للبيت، ممنوع استقبال ضيوف، ممنوع لمس أوراق الدرج الأزرق. ضحكت مش عشان الموضوع مضحك بس عشان كان محزن. أنا عمري ما خدت حتى حتة عيش بايت، لكن آخر جملة وقفتني، ممنوع لمس أوراق الدرج الأزرق. ولما حد يمنعك من حاجة بالتحديد ده يبقى غالبا مخبي فيها سر. ما فتحتش الدرج طبعا، لكن أخدت شنطتي وسبت ملاحظة جنب سرير حفيدي وخرج كتبت فيها يا منى ابنك نايم، هرجع لما نعرف نتكلم كأم وبنت. الساعة 2:17 تليفوني انفجر مكالمات، منى مرة وشريف مرة ومنى تاني، المهم اني مردتش. وبعد شوية لقيت الرسايل بدأت توصل، يا ماما انت فين؟ عندي اجتماع، ما ينفعش تمشي كده، ابني بيعيط. وشريف لقيته بيبعتلي يا مدام أمينة ده تصرف غير مسؤول، انت التزمتي بحاجة يبقى لازم تكملي فيها. بصيت لنفسي وقلت التزام؟ غريبة، أنا عمري ما مضيت أو ده اللي كنت فاكراه. بالليل وأنا بسخن قهوة لنفسي في شقتي خبطت جارتي أم هالة على الباب. دخلت ومعاها شوية فطير ووشها قلقان وقالت لي يا أمينة هو في حاجة حصلت؟ قلت لها ليه؟ قالت لي أصلي شفت بنتك تحت العمارة من شوية. فاتخضيت، قعدت أفكر مع نفسي وقلت منى كانت هنا؟ طب ما طلعتش؟ ردت عليا جارتي وقالت لي ما طلعتش، كانت بتتكلم في التليفون ومتعصبة جدا. ساعتها قلبي دق بسرعة وقلت يا ترى في إيه؟
لقيتها بتقولي إنها سمعتها وهي بتتكلم في التليفون وبتقول لو ماما بطلت تساعد شريف هينفذ موضوع القمد. مكنتش فاهمة فيه إيه. لقيت جارتي بتقولي معرفش بس أنا سمعت كده ومش عارفة هي بتتكلم عن إيه، وتقريبا بتتكلم عن حاجة أو بتتكلم عن شقتي. قلت لنفسي شقتي الشقة الوحيدة اللي جوزي الله يرحمه سابها لي. تاني يوم ما رحتش عند منى، رحت البنك، وبعدين الشهر العقاري، وبعدين وأنا إيدي بتتراش بس عقلي صاحي رحت بيت بنتي وقت ما كانت في الشغل. المفتاح لسه معايا، البيت كان مكركب وحفيدي مش موجود، شريف كان واخده عند أمه. دخلت على طول على الدرج الأزرق وفتحته، لقيت فواتير وصور بطايق وأوراق تأمين وملف أصفر مكتوب عليه اسمي بالكامل. قلبي كان هيطلع من صدري. فتحت الملف، أول ورقة توكيل عام، تاني ورقة صورة بطاقتي، تالت ورقة مسودة عقد، وفي أول الصفحة مكتوب التنازل من السيدة ومكتوب اسمي عن شقتها لصالح بنتها منى. كملت قراءة ولقيت الجملة اللي سحبت الهوا من صدري. بعد التنازل تقيم السيدة أمين الخدمات داخل منزل ابنتها وتقوم برعاية الطفل دون أي مقابل مادي. غرفة الخدمات يعني أوضة الخدامة، سكس الترابيزة عشان ما أقعش. الموضوع ما كانش مجرد أكلة ولا تلاجة، بنتي وجوزها كانوا بيخططوا ياخدوا شقتي مني ويحولوني الخدامة عندهم. في اللحظة دي باب الشقة اتفتح وسمعت صوت منى وهي بتقول يا ماما كويس انك هنا، اصل كنا محتاجينك تمضي على كام تنازل. ابتسمت منى اول ما شافتني واقفه، لكن الابتسامه اختفت بسرعه لما لاحظت الملف اللي في ايدي. سكتت ثانيه وبعدين قالت لي بصوت متوتر انت فتحتي الدرج. رفعت الورق قدامها. ايه ده يا منى؟ وشها جاب الوان، وقبل ما ترد دخل شريف من وراها. اول ما شاف الورق وقف مكانه. قلت له عايز افهم. غرفه خدمات ورعايه طفل بدون مقابل وتنازل عن شقتي. منى بصت لشريف وشريف بص لمنى، والاتنين سابوا بعض يواجهوا الكارثه. في الاخر شريف اتكلم. يا مدام امينه الموضوع مش زي ما حضرتك فاهمه. طب فهمني. قصدي مجرد مسوده. قلت له مسوده لمين؟ سكت. فكرته بيدور على كذبه مناسبه، لكن المره دي ملحقش لان منى انفجرت. خلاص بقى، ايوه بنفكر في الموضوع. لفت لها بالراحه قلت لها بتفكروا في ايه؟ دموعي نزلت من عيني من غير ما احس. ردت عليا وقالت لي احنا علينا ديون يا ماما. اول مره اسمع الكلام ده. ديون ايه؟ قالت لي شريف دخل في مشروع وخسر. شريف حاول يقاطع كلامها لكنها كملت. قالت لي انهم خدوا كارد وبعدوا كارد كمان وبقوا مزنوقين. بصيت له وسالته قروض ليه وعشان ايه؟ وعشان كده قررت تبيعوا شقتي. منى صرخت ساعتها وقالت لي كنا هنكتبها باسمنا بس. قلت لها وده يبقى اسمه ايه؟ مش سرقه؟ ما ردتش لان ما فيش عندها رد. قعدت على الكرسي وفجاه حسيت اني تعبت 10 سنين مره واحده. قلت لها بهدوء عارفه اكتر حاجه وجعتني ايه؟ منى بصت لي وقالت لي ايه يا ماما؟ قلت لها مش الشقه. قلت لها انك كتبتي اني هعيش في غرفه خدمات. بصت في الارض وسكتت. قلت لها بعد 64 سنه وبعد ما ربيتك وكبرتك وعلمتك بقى مكاني اوضه خدمات. ساعتها بدات تبكي، لكن قلبي كان ابرد من انه يتاثر بسهوله، لان في بعض كلمات لما بتتكتب على الورق ما بتتنساش. وقفت ولميت الورق وحطيته جوه الملف وقلت لها من النهارده انا مش هاجي البيت ده. منى قالت لي يعني ايه؟ وابني مين هيراعيه؟ لقيت نفسي بضحك ضحكه غريبه. قلت لها حفيدي وهفضل احبه طول عمري، لكن انا مش المربيه بتاعتك ولا مربيه ابن. قالت لي يا ماما. ساعتها رفعت ايدي لاول مره في حياتي وسكتها. قلت لها اسمعيني، 2 كاملين كنت بصحى قبل الفجر عشانكم، 2 ما طلبتش جنيه، 2 كنت باكل من مصروفي وانا جايه اخدمكم، 2 وانا بنضف لك وبعمل لك كل اللي يريح، واول ما احتجتوا فلوس بقيتوا تبصوا شقتي. ساعتها انا عيطت غصب عني، لكن الكلام كان خرج ومفيش رجوع. رحت ناحيه الباب وفجاه سمعت شريف بيقول لي استني. لقيته بيقول لي احنا غلطنا. كانت اول مره اسمعه بيتاسف لي، لكن الغريب اني ما حسيتش باي راحه، لان الاعتذار اللي بيجي بعد السر ما يتكشف مش بيبقى زي الاعتذار اللي بيجي من ضمير صاحي. قلت له انا ماشيه، وفعلا نزل. رجعت بيتي وانا بجد مقهوره. بالليل كنت قاعده في شقتي بشرب شاي وفي هدوء. اول مره من سنين اقعد في بيتي قبل المغرب. بصيت حواليا للصور القديمه وللكرسي اللي كان جوزي بيحب يقعد عليه وللمكتبه اللي عليها روايات متغطيه بالتراب، وحسيت بحاجه غريبه كاني راجعه لنفسي من جديد. لكن الساعه 9 بالليل الجرس رن. فتحت لقيت منى واقفه لوحدها من غير جوزها ولا ابنها، وشكلها كان مختلف. عينيها حمرا وفي ايديها ظرف ابيض. مدته ناحيتي وقالت لي قبل ما تقفلي الباب لازم تشوفي ده. اخدت الظرف وفتحته، وكان جواه كشف حساب بنكي واوراق قرض وانذار رسمي من البنك. لكن الورقه الاخيره اللي هي خلت الدم يتجمد في عروقي انها كانت باسم شريف، ومكتوب فيها بوضوح في حاله عدم السداد خلال 30 يوم يحق للجهه الدائنه اتخاذ الاجراءات القانونيه اللازمه، بما في ذلك الحجز على الممتلكات المرتبطه بالضامن. رفعت عيني ناحيتها وقلت لها ضامن مين؟ ساعتها منى انهارت وقالت لي انت يا ماما، انت الضامن.
في اللحظة دي فهمت إن المصيبة أكبر بكتير من مجرد سكت، ما قدرتش أنطق. الكلمة الأخيرة ضربتني في صدري أكتر من أي حاجة قبلها. رجعت خطوة لورا من غير ما أحس، والظرف وقع من إيدي على الأرض. قلت بصوت واطي: أنا ضامن؟ إزاي؟ منى وهي منهارة. شريف قال لي إن دي مجرد ورق وإجراءات، وإنك مش هتتحاسبي، وإنه هيتسدد. ضحكت ضحكة قصيرة من الصدمة. وإنتي صدقتيه؟ ما ردتش ساعتها عليا، لأن الإجابة كانت واضحة في عينيها. قعدت على الكرسي اللي جنب الباب وحسيت إن رجلي مش شايلاني. كل السنين اللي كنت فيها بحميها طلعت هي نفسها اللي وقعتني في الحفرة دي. رفعت الورق تاني، بصيت على الاسم، لقيت اسمي. ده أنا فعلا، بس أنا دي كانت الست اللي بتصحى بدري تطبخ وتربي وتحضن، مش اللي تتكتب ضامن على قرض ما شافتش جنيه منه. رفعت عينيا وسألتها بهدوء: القرض ده اتاخد امتى؟ قالت لي وهي بتعيط: من حوالي سنة. قلت لها: سنة؟ سنة كاملة وأنا مش عارفة أي حاجة، وأنا كنت بروح واجي وأطبخ وأنضف وأنا مش عارفة إني جزء من اللعبة؟ سألتها والشقة. وبعدين قالت بصوت مكسور: لو القرض ما اتدفعش البنك هيحجز على كل حاجة شريف كتبها باسمي، وهيبدأ بيكي لأنك الضامن الأساسي. قلت لها: يعني أنا دلوقتي مش بس خدامة عندكم، أنا كمان اللي هتدفع الثمن. هزت راسها بسرعة: لا يا ماما، إحنا نلاقي حل، إحنا هنبيع أي حاجة هنحلها، بس ما تسيبينيش. الكلمة دي بالذات وجعتني أكتر من القرض نفسه. ما تسيبينيش؟ نفس البنت اللي كانت بتقول لي زمان والله ما كنت هعرف أعيش من غيرك، دلوقتي بقت خايفة أسيبها، بس مش عشان الحب، عشان الورق. قمت واقفة وقلت لها: اقفلي الباب وراك. بصيت لي بصدمة: يعني إيه؟ قلت لها: يعني أنا محتاجة أفكر. تاني يوم الصبح صحيت بدري زي العادة، بس المرة دي مش عشان رايحة لحد. قعدت أعمل لنفسي قهوة لأول مرة من سنين من غير ما أسمع صوت حد بيأمرني، وبعدين طلعت الملف كله وقعدت أقلب فيه، توكيل وقرض وإمضاءات. وأكتر حاجة وجعتني مش الورق، إن التوقيع بتاعي كان حقيقي بس الثقة كانت مزيفة. رن تليفوني ولقيت منى هي اللي بترن. ما ردتش. بعدها شريف برضه ما ردتش. بعدين رسالة جات لي: البنك بيدينا مهلة أسبوع، لو ما حصلش حل هيتحركوا قانونيا. قفلت التليفون وقلت لنفسي بصوت مسموع: يبقى نشوف مين اللي كان فاكر إني سهلة. بعد يومين رحت البنك، مش لوحدي، رحت ومعايا ملف. دخلت على الموظف وقلت له: عايز أعرف كل حاجة عن القرض ده بالتفصيل. بدأ يقلب الورق وبعدين قال جملة غريبة: حضرتك في تسجيل صوتي مرفق مع العقد. قلت له: تسجيل إيه؟ الضامن موافق بالكامل، والدكتورة أمينة واعية بكل البنود ومفيش أي اعتراض منها. سكت، مش لأن الصوت مفاجئ، لكن لأن الخيانة لما تتحول لملف رسمي بتبقى أوضح من أي صدمة. قفلت عيني لحظة وبعدين فتحتهم وقلت للموظف: عايزة نسخة من كل حاجة. خرجت من البنك والشمس كانت عالية، بس أنا لأول مرة ما كنتش حاسة بالحر. كنت حاسة بحاجة واحدة بس: إن القصة لسه ما خلصتش، وإن اللي بدأوه عليا مش هينتهي بسهولة، وإن لسه في حاجات هما مخبيينها عليا. رجعت شقتي وأنا ماسكة الملف كأنه حجر تقيل في إيدي، لكن المرة دي ما كانش تقيل من الورق، كان تقيل من الحقيقة اللي بدأت تتكشف واحدة واحدة. قفلت الباب ورايا وقعدت على الكنبة وبصيت للصور اللي كانت على الحيطة: منى وهي صغيرة، أنا وجوزي الله يرحمه، ضحكتنا القديمة اللي كانت شبه بعيدة دلوقتي. وفجأة رن جرس الباب، بس المرة دي مش منى. فتحت لقيت شريف واقف لوحده، وشه مش متغطي بالثقة اللي كنت بشوفها دايما، كان متوتر. قال لي بكل هدوء: ممكن نتكلم؟ بصيت له وقلت له: اتكلم من مكانك، ما تدخلش. بلع ريقه: الموضوع كبير ومش زي ما انت فاهمه. ابتسمت ابتسامة قصيرة، قلت له: غريبة، كل مرة حد بيغلط في حقي بيقول نفس الجملة. سكت لحظة وبعدين قال لي: أنا كنت تحت ضغط والبنك كان هيسحب كل حاجة وأنا كنت بحاول أحل الموضوع. قلت له: تحلي الموضوع باسمي ومن ورايا؟ ما ردش. قلت له: دخلتني في قرض ووقعت باسمي وسجلت صوتي من غير ما أعرف، وكنت ناوي تاخد شقتي وبتقول بتحل. رفع ايده بسرعة: أنا ما كنتش هأذيه، هو الأذى بيجي بإذن. وبعدها سكت وهو قال لي: إحنا عيلة. وقتها بصيت له وقلت له: العيلة ما بتكتبش أمها في الورق خدامة. سكت واتغيرت ملامحه، والأول مرة شفته من غير الأقنعة، واحد خايف مش واثق في نفسه مش مسيطر. قفلت الباب في وشه بهدوء. بعد ساعة جالي اتصال من منى، صوتها كان مكسور. قالت لي: يا ماما، شريف قال لي إنك قفلتي الباب في وشه. قلت لها: أيوة، دي أقل حاجة ممكن تحصل. قالت لي: أنا جاي أتكلم معاكي. قلت لها: تعالي. بعد نص ساعة دخلت منى، بس المرة دي ما دخلتش زي أي يوم، مفيش أوامر مفيش توتر، بس بنت ضايعة. قعدت على الأرض جنب رجلي وقالت لي: أنا غلطت. ساعتها سكت، ما كنتش عارفة أرد أقول إيه، لأن سمعت الكلمة دي قبل كده، بس المرة دي كانت مختلفة لأنها جاية بعد ما اتكشف كل حاجة. كملت: أنا كنت فاكرة إني بحل مشاكلنا، بس أنا دخلت في حاجة أكبر مني. ساعتها بصت لي وقالت لي: أنا ما كنتش عايزة أذيكي والله. سألتها بكل هدوء: طب إيه اللي كنت عايزاه؟ ساعتها منى سكتت وبعدين قالت لي: كنت عايزة أضمن إننا ما نخسرش كل حاجة، حتى لو على حسابك. قلت لها: حتى لو على حساب أمك؟ عيطت وقالت لي: أنا آسفة يا ماما،
قلت لها للأسف مش بيشيل إمضة. بصت لي بخوف وقالت لي احنا نصلح الموضوع، هنبيع شقة شريف وهنشتغل أي حاجة بس ما تسيبنيش. نفس الجملة دي مرة تانية بس بصوت أضعف. أنا ساعتها أنا قمت وفتحت دولابي، طلعت ورقة قديمة ورجعت قعدت قدامها وقلت لها فاكرة الورقة دي؟ هزت راسها وقالت لي لا. قلت لها دي ورقة تنازل قديمة عن جزء من ميراث ما تنفذش وقتها. قلت لها أنا عمري ما كنت بخاف على الفلوس. سكت وبعدين كملت وقلت لها أنا كنت بخاف أكون زيادة عن اللزوم لحد ما بقيت فعلا زيادة عن اللزوم عندكم. ساعتها منى قامت بسرعة من الأرض وقالت لي لا يا ماما أنت عمرك ما كنت كده. قلت لها يبقى ليه كتبتي أوضة خدمات؟ ساعتها سكتت ما كانش عندها إجابة. الليل جه وقعدنا في صمت طويل لحد ما قلت لها أنا مش هسيبكم. ساعتها منى فرحت بس قبل ما تفرح زيادة كملت بس مش هكمل بالطريقة دي. سألت بخوف يعني إيه؟ قلت لها يعني هتصلحوا كل حاجة قانونيا وهتسددوا القرض وأنا مش هكون ضامن لأي حد تاني ولا أي حاجة. هزت راسها بسرعة قالت لي ماشي ماشي حاضر هعملك اللي انت عايزاه. ساعتها أنا ما كنتش خلصت كلامي. قلت لها والأهم إن أنا هرجع أعيش حياتي. بصت لي باستغراب وقالت لي حياتك؟ قلت لها أيوة حياتي اللي وقفت يوم ما دخلت بيتكم كل يوم من غير ما أسأل أنا عايزة إيه. بعد أسبوع البنك بدأ يتفاوض وشريف اضطر يبيع جزء من مشروعه. منى رجعت شغلها بعقل مختلف وأنا رجعت شقتي ورجعت أتعلم أقول لأ من غير خوف. بس أهم حاجة إن أول مرة من سنين لما باب شقتي خبط ما فتحتش بسرعة، سبتهم يستنوا شوية بره وأنا مبتسمة لأول مرة وأنا حاسة إني مش خدامة في قصة حد بل صاحبة حياتي من جديد.